حلو ان انا اذل مراتي عشان اعمل واجبات هي من مسؤولياتي، سواء في مساعدتها في البيت او في ان انا اكون مسؤول عن حمايتها ودعمها وتوفير الوقت ان انا اسمع المشاكل واحل. قال سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: يؤتى بالرجل يوم القيامة ليس له حسنة ترجى له أن تدخله الجنة، فيقول رب العالمين: أدخلوه الجنة فإنه كان رحيما بعياله. العيال مش يعني العيال الولاد، العيال يعني من يعول، وأول من تعول أنت كرجل مراتك. وبالتالي ما تخليش مراتك تستجدي منك الدعم والسند والعون والحماية، إنما بادر. لو عملت كده مش هتستغنى عنك. لو عملت كده انت متربع على عرش قلب مراتك. لو عملت كده تحصل على احسن نسخة من مراتك، وده تمن مهم جدا لسعادة الزوج.